مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع، مع حضراتكم مصطفى جابر. دلوقتي مع لقاء مع الفنانه دانا ابو زيد. كانت صديقه الفنانه الراحله شيرين سيف النصر. هتحكي لنا عن تفاصيلها، عن تفاصيل علاقتهم وعن الايام الاخيره في حياه الفنانه. مساء الخير. مساء الخير يا مصطفى. مساء حضرتك. بقال الله، وشكرا للتغطيه وشكرا ان انتم ما تعدتوش الحدود. يعني يحسب لكم النهارده بصراحه. حضرتك كلمينا عن اخر ايام الفنانه شيرين سيف ابو النصر. كانت تعبانه؟ لا بص، شيرين طول عمرها مش تعبانه خالص، الست زي الفل، الست كويسه جدا جدا، صحتها تمام اوكي. كل حصل هبوط في الدوره الدمويه بس مفيش حاجه، يعني لا في قلب ولا في حاجه من اي الكلام ده خالص. طب هي اخر مره تواصلتي معاها في قبل شيرين كانت اكتر على الواتساب، على التليفونات، فاهم ازاي؟ انها كويسه تمام، بنعيد على بعض. طب احنا كنا 7 سنين في المسرح، اكتر كنت بشوفها طبعا كل يوم، فده كانت اقرب، يعني احنا يومين كنا مع بعض. كواليس المسرح بينكم كانت عامله ازاي؟ ست هايله وست جميله وست كريمه، ويعني يحسب لها بصراحه. يمكن اغلبيه العزا كل الناس اغلبيتها اللي موجوده اللي كانت شيرين على طول متولياهم يعني شهريا، بس طبعا كانتش بتتكلم، يعني بتقول. حضرتك اخر مسج بينك وبينها كانت على الواتساب كانت ايه؟ كان في عيد ميلادها حبيبتي. كان في عيد ميلادها اللي فات القريب ده. طب قالت لك حاجه؟ قالت لك انا ناوي ارجع للتمثيل؟ من سنه كده تقريبا كانت شيرين عايزه ترجع اوكي للتمثيل، وكانت بتفكر انها تعمل مسلسل ملكه جمال الكون، يمكن ايام المسرح كانت هي بتفكر تنتجه، فذلك هترجع بيه ان شاء الله. قالت لك حاجه زي كده؟ وانت كنت بتشجعيها على ده؟ طبعا الجمهور كله كان هيموت على شيرين هترجع، يعني وانس كنت بنزل اي صوره اشوف الفيسبوك عندي وتكتب لي كومنت او حاجه، الناس كلها بتموت عليها، بتحبها، الناس بتحب شيرين. كان دايما في حاجات مثلا كانت بتتكلم معاكي عن الموت، كانت بتذكر حاجه زي بتذكر تعب؟ مش بتتكلم على الموت، بس دايما شيرين كانت بتخاف قوي، فاهم، حريصه، بتحب تاخد الفيتامين بتاعتها، بتترعب من اي كبريت قدامها كده، بس يعني اخر ايامها كانت هي بتحس بحاجه؟ كانت زي الفل، شيرين زي الفل، مفيش اي حاجه، ست كويسه وجميله، قاعده في بيتها بتحضر انها تعمل حاجه. جالها سيناريوهات كتير جدا بيعرضوا عليها طبعا المنتجين عشان تشتغل، بس هي كانت حابه تشتغل من انتاجها هي. طب علاقتها بالفنان عادل امام كانت بتتكلم عنها؟ ممتازه على فكره، ومفيش اي مشاكل بينهم، كل الكلام ده كده، مفيش مشاكل نهائي بين استاذ عادل امام وبين شيرين، يعني 7 سنين مسرح مع بعض، مفيش مشاكل. كانت هي بتتكلم عن علاقتها كويسه جدا جدا بيه، ما تسمعش كلام اي حد خالص، يعني كلها اشاعات. شكرا لحضرتك، شكرا ليكي. بقاء لله. بقاء لله.